عايز ربنا يسترك ويسترها معاك، بلاش تفضح الناس وتتتبع عورتهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. إياك تمشي ورا الناس وتفضل تفضح في عيوب ربنا فيهم. كشف ستر واحد قدامك، بلاش تفضحه انت وخلي الأخبار تقف عندك. أخبار الناس اللي بتتداول على السوشيال ميديا، فضيحة فلانة اتطلقت من فلان، اللي الخبر يقف عندك. بلاش تكون انت وسيلة لنشر الشائعات عن الناس، او حتى لو كانت اخبار حقيقية، علشان ربنا يسترك ويسترها معاك. كلنا ماشيين بالستر، كل واحد فينا عنده مشكلة ربنا سترها معاه وستره فيها. كل الحكاية ان فلان ده الله عز وجل اتك ستره قدامك، فخلي الخبر يقف عندك، علشان ربنا سبحانه وتعالى لو تتبع عورتك هيفضحك ولو في جوف بيتك.